جبت لكم البريس بامب بتاعتي عشان محتاجه اشرح لكم حاجه مهمه قوي. اي بريس بامب هتشتروها تكون الكتريك لازم تكون زي الجهاز ده، بتكون بنوصلها بفيشه، يعني دي الالكتريك العاديه مش الويربل او اللي بتشحن، فانا هوصلها بالفيشه. ولما تيجي تفتح بقى هتلاقي المودز جوه الجهاز بتشبه طريقه البيبي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي البيبي لما بيجي في بدايه اي رضعه بيكون عطشان قوي وجعان، فمحتاج يعمل ايه؟ محتاج ان هو يشفط كتير قوي وبسرعه، وللاسف شفطاته مش بتكون عميقه. فنفس الفكره اللي بيعملها الجهاز. بعد كده بيبتدي بقى الطفل يهدى، ولما اللبن ينزل له يهدى شويه بتبتدي شفطاته تكون بطيئه اكتر بس عميقه اكتر، وده اللي بيعمله هنا الجهاز. لما نيجي نفتحه هنلاقي انه في مودين للشفط. اول مود بيكون سريع ومش عميق، هو ده. وبعد كده المود التاني بيكون شفطات بطيئه اكتر بس بتكون عميقه اكتر. وكل مود من دول بيكون ليه سرعات، بنقدر نزود السرعه ونبطئها حسب قدرتنا على الاحتمال. واي جهاز بقى الكتريك بيكون فيه الميزات دي، وكمان في اجهزه دلوقتي بيكون فيها مودز مختلفة عن كده واكتر كمان من كده. وده جزء صغير قوي من فيديو بتكلم فيه على كل انواع شفاطات الثدي، ايه اللي تشتريه وايه اللي تبعدي عنه وايه اللي ممكن يكون مناسب ليكي. فلو عايزه تعرفي اكتر شوفي الفيديو على اليوتيوب.